ازيكم؟ وانا ماشي في السوبر ماركت لفت انتباهي البطيخه الصفراء. فاحنا عايزين نعرف البطيخه دي من جوه صفراء ولا من جوه حمراء، دي اول حاجه. والمره هنتكلم عن فوائد البطيخ ونعدل الفوائد كلها سواء كان بطيخه صفراء او حمراء. طيب، دي البطيخه الصفراء. احنا دلوقتي هنقطعها، مش عارفين هي جوه صفراء ولا حمراء، فتفتكروا بقى هي صفراء ولا حمراء؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وبالمره في الاخر هنتكلم عن فوائد البطيخ سواء صفراء او سواء حمراء، وغالبا هيبقى الفرق بينهم مش كبير. هو القصه كلها في كميه السكر، وده هنشوفه سوا. بسم الله. اوف. طلعت حمراء. السؤال هنا بقى يبقى طعمها ايه؟ واو. طعمها زي البطيخ العادي بس ما فيهوش بذر، ودي احلى حاجه عشان بصراحه بزهق من البذر. طيب، بالنسبه بقى للون البطيخ سواء كان اصفر او احمر او بطيخ نمسا او وات ايفر ايه، هو الفكره كلها انه مفيش فروق كبيره غير بس انه الاحساس بالسكر بيكون اقل. يعني مثلا السكر البطيخ الاصفر سكره اقل شويه، لكن نفس كميه السعرات ونفس الجلايسيميك اندكس بتاعه، فمش هتفرق كتير. اهم حاجه ان احنا بندور على الحاجه اللي ترضينا وتريحنا. بالنسبه للبطيخ بقى سواء كان اصفر او احمر، هو ليه فوائد كتيره. اولا هو فيه 92% من الميه، وده مهم جدا. الحاجة التانية ان في الياف كتيرة قوي، ودي حاجة حلوة جدا لصحة الانسان والهضم وكده. الحاجة التالتة ان في حاجات مضادة للاكسدة. الحاجة الرابعة ان في فيتامين سي. الحاجة الخامسة ان هو في مادة اسمها السترولين، ومادة السترولين دي غني بالنيتروجين، وده حاجة حلوة للجسم. غير كده انه كويس جدا لصحة الشعر والضوافر. غير كده ان هو مهم جدا للناس اللي عندهم ربو، لانه بيحسن كمان الصحه العامه بتاعتهم. وغير كده بيزود الدوره الدمويه كمان في الرياضيين. كل الحاجات دي مهمه جدا، بس ناخد بالنا ان احنا لو حد بيعمل دايت لازم ما يزودش فيه البطيخ، لان سعراته الحراريه مش كتيره، بس الافراط فيه بيعمل مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هو بيعمل اسهال. المشكله الثانيه ان هو كتر استعماله طبيعي ان بيزود السعرات الحراريه بتاعتنا. فلما نيجي ناكل حاجه ناكلها باعتدال. والبطيخ من الفواكه المهمه جدا جدا في الصيف، وكتروا منه للناس اللي ما عندهاش مشاكل لا في الهضم ولا بتعمل دايت. ولو عايزين ناكله في الدايت هناكله 4 قطع في حجم علبة الكبريت كوجبة أو كسناك بين الوجبات، وما كترش عن مرتين أو 3 في اليوم. أنا محمد غلاب، وأشوفكم على خير والسلام.